في كل مرة كنت بعملها فيها كنت بحس بنسبة زفارة كده شوية، مع اني بحط لها بهارات كتير وبعمل حاجات حلوة فيها كتير قوي. انا عارفة ان انتوا كمان عندكم نفس المشكلة، عشان كده النهاردة هنحل مشكلة الزفارة في الكبد والقوانص او الكبد بس. تابعوا معايا الفيديو للاخر، ولو عجبكم شجعوني بلايك كتير ونبدأ مع بعض ونقول بسم الله. معايا نص كيلو من الكبدة، ممكن نستخدم كبدة وقوانص، كبدة بس اللي تحبوه. حلة فيها مية تكون سخنة جدا، ضفت ملح، ضفت ورق غار، ضفت حبهان، ضفت قرنفل، وكمان كبيبة صيني. المكون اللي هيضيع الزفرة خالص هو ربع كوباية من الحليب. انا مش عايزاكي تقلقي خالص من فكرة الحليب، بل بالعكس، الحليب اللي احنا ضفناه معانا دلوقتي ده هو ده اللي هيسحب الزفارة منها وهتشموا احلى ريحة. هتضيفي الكبدة بتاعتنا، واهم حاجة هنا لازم المية تكون سخنة جدا جدا على النار مرتفعة لمدة 5 دقايق من بعد ما تغلي. يعني هتعدي 5 دقايق من اول لما تبتدي تغلي. هنسيبها على النار. وتعالى اقول لكم على فكرة حلوة قوي جربتها وعجبتني. جبت عندي حله وضفت لها معلقتين كبار زيت ومعلقتين كبار زبده. اقلب الزيت مع الزبده، ودايما لو انتم متابعيني يعني من زمان هتعرفوا ان انا بحب دايما اعمل الميكس بين الزبده والزيت. استنيت لحد لما سخنوا كويس جدا، وعندي بصلايه تكون كبيره قطعتها بالشكل ده، وهفضل اقلب في البصله لحد لما تدبل خالص وتدخل على اللون يعني مش متحمره بس داخله على التحمير شويه. ضفت لها قطعه من التوم تكون صغيره، كمان شويه بهارات كاري، كركم، فلفل اسود، معلقه صغيره ممسوحه خالص، وهقلب تقليبتين اشم ريحه تحميصه التوم. وفي الوقت ده ببقى محضره كوبايه من لسان عصفور. ليه اخواتنا اللي بره مصر لسان العصفور دوت هو نوع من انواع المكرونه، هو شبه لسان العصفور فاحنا عشان كده بنقول عليه كده. هننزل بلسان العصفور ونفضل نقلب لحد لما يكتسب من السخونية او من الحرارة. بعد كده ببقى محضرة كوباية ونص من المية تكون سخنة جدا جدا، وننزل بيه المية ونقلب تقلبتين. واظبطي الملح بتاعك، هتسيبيه على النار لحد لما يغلي. اول لما يغلي تهدي عليه النار خالص وتسويه تسوية الرز عادي جدا. نرجع للكبدة بتاعتنا. اللهم بارك، الطريقة دي اول مرة ديت ما شميتش ريحة زفارة خالص اللي بتضايقني دايما من الكبد بتاعة الفراخ. هرفعها من على النار وهسيبها لحد لما تهدى او تبرد، وابتدي ان انا اقطعها قطع بقى يعني ما تقطعيش صغير قوي، خلينا في المتوسط كده بيكون حلو قوي. لو عملتي معاها قوانص برضو بتبقى حلوة قوي قوي، بس عادة يعني عندنا في البيت بيحبوا الكبد اكتر. عارفة كمان وانا بقطعها كده قلت ما اخد واحدة كده دوقها، لقيت طعمها فوق الرائع يا جماعة. تعالوا بقى نكمل بقية الوصفة بتاعتنا. معايا طاسة على النار، ضفت ليها قطعة كبيرة من الزبدة او السمنة المتاحة عندك. كمان ضفنا زيت ونقلب لحد لما يسخنوا كويس جدا. ليه؟ لان انا عايزة لما انزل بكمية البصل ديت في الزبدة والزيت يعملوا تش كده زي ما انت شايفة معايا. قطعت البصل انا عايزاكي هنا كمان تتوصي بالبصل، يعني شويه بصل كده كتار، لان الكبد دايما بتحب البصل الكتير. قلب 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 لحد لما يدخل على اللون كده الذهبي ويدبل شويه. ضفت ليهم معلقه صغيره خالص من الثوم. هضيف شويه بهارات، فلفل اسود، 7 بهارات، كمون، كزبره. لو حابه تضيفي قرفه ضيفي، مش حابه ما تضيفيش. اقلب تقلبتين اشم ريحه تحميصه الثوم. في الوقت ده ببقى مقطعه فلفل سبايسي، لان الكبده دايما في الخلطه بتاعتها بتحب الفلفل والبصل يبقى كتير. وانزلي بقى بالفلفل والكبده وعصره ليمونه كبيره، والله وشم الريحه. وادعي لاختك نشوه دعوه حلوه ولك بالمثل. ظبطي الملح بتاعك وقلبي تقلبتين وسيبيها على نار تكون متوسطه مده 5 دقايق لحد لما تتحمر كده شويه. كل ما هتقلبي كل ما هتشم ريحه حلوه قوي قوي. عارفين الاكله دي ناقصها ناقصها بقى طبق بطاطس محمره كده، سلطه طحينه، والله. او حتى لو اكلتوها باللسان العصفور اللي احنا عاملينه مع بعض النهارده ده، بتبقى اكله مشبعه وجميله وحلوه قوي قوي. عايزه اعرف منكم بقى طريقتكم للكبده، بتعملوها بقى بالطريقه ديت ولا انتوا بتعملوها على طول من غير ما تسلقوها؟ يا ريت تنزلوا وتكتبوا لي حالا في التعليقات. انا كده خلصت فيديو النهارده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني لايك كتير وشير كتير، منشنوا اصدقائكم اللي دايما بيحبوا الكبد والقوانص والحاجات المختلفه. بحبكم جدا جدا. اشوفكم بكره ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده مع مطبخ نشوى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.